عباد الله، نذكر اليوم بحول الله قصة حوارية وقعت بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين عالم من أصحابه، بل من أعلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من فقهاء الصحابة بالمدينة المنورة، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: بين كنت رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يفصل بيني وبينه إلا آخرة الرحل. مرة كان معاذ بن جبل بناء على هذه القصة في بدايتها كما يحدث ويحكي راكبا على الدابة التي يركبها رسول الله خلفه، كان رديفه أي راكبا خلفه، لا يفصل بينهما غير مؤخرة أو آخرة الرحل، يعني ذلك الكرسي أو الخشبة التي توضع على ظهر البعير للركوب أو الفرس أو البغل، فيكون في الرحل عود يحمي الراكب من الانزلاق، فكان هو الفاصل بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين معاذ بن جبل. كنت رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يفصل بيني وبينه إلا آخرة الرحل، إذ قال، يعني قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان له غرض أو قصد لإيصال رسالة كبيرة جدا عظيمة جدا إلى المسلمين عامة تستمر إلى قيام الساعة، جعل لها أسلوبا خاصا في البلاغ، وجعل لها طريقة خاصة في البيان، مما ليس الشأن فيه أن يكون عادة بين المتخاطبين من أساليب الاستفهام والتكرار وغير ذلك من الأساليب المثيرة للانتباه، حتى يعي المتلقي الرسالة على أتم ما يكون الوعي، ليكون أضمن على بلاغها إلى الناس مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا الذي حصل بالفعل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة، يعني معاذ يحدث ويحكي، أي ثم صار النبي عليه الصلاة والسلام يقود دابته أو الدابة ساعة من الزمان، لحظة، مدة، ولم يتحدث، مجرد نداء، ونداء عجيب، نداء للبعيد، مع أن معاذ هو الآن رديف رسول الله، يعني راكب منورة قريب جدا لصيقه، وكيقول له يا، يعني بحال شي واحد بعيد، نداء للبعيد: يا معاذ بن جبل، لتقريب انتباهه ولتقريب وعيه، حتى لا يبقى عقله شاردا بعيدا، وحتى لا يبقى قلبه غائبا عن جسده. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. لما استجاب معاذ كان ينتظر جواب هذا النداء، أي ما موضوع النداء، لماذا ناداه؟ فلم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام سكت، ما قال شيئا. ثم صار ساعة، قاعد يدب بهم مدة، ثم قال، أي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم صار ساعة، يعني ما قال شيء، حتى قال الثالثة: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟
قلت الله ورسوله أعلم. سؤال عظيم حقيقة، وكثير مثله في السنة الصحيحة بل المتواترة، وقلما ننتبه إلى ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية، هذه الألفاظ التي لها من القوة والعظمة ما وجب أن يقع من قلب المسلم موقع الاعتناء الكامل الشامل الجامع المانع. أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا حق، وفعلا هذه هي اللحظة التي يحتاجها المؤمن أن يعرف ماذا يريد الله منه. أنا وأنت كل البشر خلقنا الخالق جل علاه، وبمقتضى خالقيته، أي بما أنه ربنا الذي خلقنا وأوجدنا من بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، صار له حق بما هو رب العالمين رب الناس أجمعين، صار له الحق على كل مخلوق خلقه، وكل مخلوق عبد، لأن المالك للخليقة في الشرع وفي منطق الطبيعة والأشياء إنما هو الذي خلقها وأوجدها، ولا خالق غير الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ طبعا أبدا لا يكون ذاك كذاك. أتدري ما حق الله على العباد؟ لأن هذا الحق هو الذي ستسأل عنه كل نفس في نفسها يوم القيامة عند النشور. حق رب العالمين، حق رب العالمين على العالمين. أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني معاذ بن جبل بلغه كثير من الدين، فهو من أعلم علماء الصحابة، وفي الحديث الصحيح وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ويمكن أن يجيب بأي جواب، لأن حقوق الله كثير، لكن هذا السؤال قائم على الحق المركزي الأول الرئيس الأساس، الذي إذا سلم للعبد رجي أن يسلم له كل شيء، وإن لم يسلم له لم يرجى أن يسلم له بعد ذلك أي شيء في دينه. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عبارة قد تبدو لنا مألوفة، كتجينا هذا الكلام هذا عادي، إيه صحيح، ولكنه والله غير عاد تماما. والله إنه لمن الغرابة ومن العمق ما لو تدبره الإنسان المؤمن لأصابه الفزع. حق الله حق، حق، لأن الحق يسأل عنه الذي ترتب في ذمته. هذه مشكلة مع الحق، وهو حق علي وعليك، وجب أن نؤديه لله كاملا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وباش يبان بأنه هذا الأمر عميق جدا مما يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، أنه قال له بعد ذلك أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ من بعد ما ناداه مرة أخرى يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، بهذا الشرط، وإذا فيها معنى الشرط، أي أن الإنسان المؤمن إذا فعل هذا الحق وأداه لله صار له هو أيضا حقا على ربه جل علاه. إذا فعلوا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إذا فعلوه ألا يعذبهم. انتهى الحديث في الصحيحين.
يعني ضمان النجاة، ضمان الفوز، ضمان النجاة من النار، عافانا الله وإياكم منها، وضمان الفوز بشكل طبيعي بجنة الرضوان، برضا الله سبحانه وتعالى. قال حق الله، حق العباد على الله إذا فعلوه ألا يعذبهم. ولنرجع إلى الأصل الأساس، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الكلام اللي مهد له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، بما فيه من الأسئلة وبما فيه من النداءات المتكررة وبما فيه من الإثارة، يسأله ويناديه أولا ثم لا يخبره بشيء، يسكت برهة أو ساعة من الزمان. يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم لا يكون شيء، ثم صار ساعة ثم ينادي، ثم صار ساعة ثم ينادي، ثم يسأل: أتدري ما حق الله على العباد؟ وإنه فعلا لحق عظيم أن يعبد الله عز وجل بتوحيده وإخلاص كل أمور الدين والدنيا له وحده دون سواه. قضية التوحيد التي نص عليها هذا الحديث وبقوة وببيان بليغ لتبقى رسالة مستمرة إلى يوم القيامة، مبينة للقرآن الكريم الذي تواتر فيه هذا المعنى في كل صوره من الفاتحة إلى الناس. لا تجد صورة من كتاب الله لا تتضمن هذا المعنى على الإطلاق. لا يكون أمرا هينا بمعنى أنه بمجرد أن تعلم أشياء عن الله عز وجل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته وما ينبغي لك أو ما ينبغي له عليك وينتهي الأمر من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما يترتب عن هذا وذاك. تلك بداية. أما الغاية والمقصد فإنما هو مجاهدة النفس لتحقيق مقام الإخلاص لله، وهذا هو السهل الممتنع كما يعبرون. سهل لكنه ممتنع. سهل نعم على من سهله الله عليه بما أخلص لله عز وجل وصدق ربه، وللدلالة على أنه مما لا يستظهر، ماشي شي حاجة كتحفظ وتستظهر، لا أبدا. للدلالة على ذلك أن سيدنا رسول الله وهو سيد الخلق أجمعين بلا نزاع كان يستعيذ بالله عز وجل ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إذا كان سيد الخلق الذي جاء بدين التوحيد بالحنيفية السمحة، دين الإخلاص، هو نفسه عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشرك. ما معنى يستعيذ بالله من الشرك؟ يعني أنه يجأر إلى الله ويفر إلى الله، يطلب الجوار من الله والحماية والعصمة من الله حتى لا يقع في الشرك المعلوم، ويستغفر الله عز وجل عن الشرك غير المعلوم أي الخفي. ما بالك بمن دونه من البشر؟ كيف يكون أمره؟ هذه إشارة واضحة على أن الشرك مما يمكن للإنسان أن يقع فيه في أي وقت مهما كانت منزلته الإيمانية ومهما كان علمه بالدين. وما يكون شي واحد أعلم من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أعلم من سيدنا معاذ بعده وبعد الصحابة الفقهاء الفضلاء. ومع ذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله، لأن ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة أنك تفر إلى الله من شيء تخشى، ما ضمنش راسك، تخشى أن تقع فيه. فهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يخشى هذا،
ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الشرك ليس مجرد معلومات، كما أن التوحيد ليس مجرد معلومات. الشرك يتسرب إلى النفس عبر الشهوات وعبر الشبهات، لأن ماشي في اللحظة ديال القوة باش يقدر يوقع لك الشرك، قد يقع، ولكن قد يقع في لحظة ضعف. عافانا الله وإياكم من لحظات الزلل والضعف والخور، اللحظة التي يحيط بك فيها مرض أو فقر أو ديون أو أي مصيبة، عافانا الله وإياكم، وتلقى الإنسان عنده المعلومات من الدين ما يكفيه، ولكن في اللحظة ديال الزلزال بالابتلاء وتنغلق أمامه الأبواب ابتلاء من الله واختبارا للحظة فلا يصبر، فإذا به يلتجئ إلى العرافات وإلى الدجاجلة وإلى الكهان وإلى الأحجار والأشجار، ويستغيث بالأحياء والأموات، ويقدم القرابين من الذبائح للأموات والقباب والأبواب. ما الذي حدث لك؟ لماذا تركت طرق باب الله والتجأت إلى هذه الأنداد التي لا تغني عنك من الله شيئا؟ وهذا الشيء شفناه وكنشوفه، تلقى الإنسان بعقله بمعلومات في الدين ما خصوش، ولكن في اللحظة ديال الضعف والزلزال النفسي يفقد الإنسان صوابه إلا من ثبته الله. وتعجب تجد ناس في بعض الأحيان مثقفين، بل لهم حظ جيد من المعلوم من العقائد والتوحيد من الدين بالضرورة وبالكسب، مع ذلك نعوذ بالله تأتي للإنسان وعلى الإنسان لحظات يفقد فيها صوابه ويزلزل إيمانه بالله الواحد الأحد الصمد جل وعلا. ولكن سيدنا محمد ما نبه على هذا الأمر بالاستعاذة وبشتى طرق البيان كحديث معاذ بن جبل هذا، إلا لعلمه عليه الصلاة والسلام بما علمه الله من أن هذه الأمة رغم إسلامها لله قد تقع في الشركيات وقد تقع في الخرافيات بما يخرب دينها ويدمر إخلاصها. أسوأ ما يمكن أن يقع فيه الإنسان في دينه أن يشرك بالله عبر هذه الطرق والوسائل. الموبقات والمصائب في الدين عافانا الله وإياكم كثير، من الزنا والربا وشرب الخمر وقتل النفس وغير ذلك مما تعلمون، ولكن راه أكبر من هذا الشيء كله مما نستهين به. وراه كثير مننا نقول يعني فعلا بأن واحد العدد كبير من الناس كيتصور بأن هذا الشيء زعما، حتى بعض الناس اللي يقولوا بأن راه ما مزيانش هذاك الشيء، الإنسان يعني يستغث بغير الله ويدعو ويطلب الشفاء والدواء ويطلب الغنى وحل المصائب والمشاكل من الأحياء والأموات من الناس. يقول هو كاين اللي يقول هذاك غلط، ولكن ما يعتبروش أمر خطير، لا، بل هو أخطر من الخطير، أخطر من الخطير. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المليح: الدعاء هو العبادة، في رواية مخ العبادة، ولكن هذه الأصح، الدعاء هو العبادة، وهي أقوى دلالة وبلاغة، لأنها جعلت مطابقة تامة كاملة بين العبادة باستغراق جميع أجناسها وبين الدعاء. العبادة، العمق ديال العبادة، المح ديال العبادة هو أن تدعو الله رغبا ورهبا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هي الأولى، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نعوذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توكيدات على توكيدات، تاب، آمن، عمل عمل صالح،
كلها توكيدات لفظية أو معنوية. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن دون ذلك، أي دون توبة وانقطاع تام عن دعاء غير الله والتوجه إلى غير الله بالرغب والرهب، الفساد المبين لدين الإنسان الغارق في ذلك الوحل. سيدنا محمد يقري سيدنا معاذ، يعلمه وهو على دابته، الشيخ وتلميذه، الإمام ومريده، ويعلمه حكمة التوحيد. الحكمة، حكمة التوحيد كلمة كلمة، وبربط ذلك كله بهذا المعنى العظيم أصل الدين كله حق الله. حق الله، ومن أعظم ما عند هذه الأمة ومن أخص خصائصها أنها فكرت في حقوق الله قبل أن تفكر في حقوق الإنسان. المسلمين نهار فكروا أول ما فكروا في حقوق رب الإنسان، وهذا الجمال ديال الدين والمعنى ديال الحياة كلها. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه هو ربنا الذي خلقنا لا نركع ولا نسجد إلا له وله وحده، لا نطلب ولا ندعو سواه، هو وحده. لأنه إذا دعي سبحانه أجاب، وإذا دعي غيره نعوذ بالله أحبط عمل الداعي وأهلكه، ولا يكون لك إلا ما كون الله جل وعلا. فلذلك ما ينبغي أن نستهين بهذه الأشياء. الصالحون والأولياء والصديقون لهم مكانتهم، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط، لا من هجي ولا من هجي. ما ينبغي أن يقودك ذلك إلى التنقيص من صلاح الصالحين والأولياء والصديقين، نعم، ولكن لا يجوز أن تعتقد أن لأحدهم ميتا كان أو حيا تأثيرا في الكون أيا كان هذا التأثير قل أو كثر. هذا هو الشرك عينه. رب العالمين من أسمائه الحسنى الحي القيوم، وهو داخل ضمن سياق الاسم الأعظم. اسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيومية يعني الإدارة المستمرة الحية اليقظة للكون وللعالمين. ما من شيء في الكون من المجرة إلى الذرة إلى أقل موجود مما لا يمكن للعين أن تراه، ومما يرى ومما لا يرى، لا حتى بالمجاهر من الغيبيات والمعنويات والروحانيات، قائم بالله. هذه معنى القيوم، أي أنا وأنت كل شيء قائم بالله، يعني الوجود ديالنا هو بالله. ولو انقطع الخيط الرابط بين قيومية الرب وبين شيء من مخلوقاته مهما عظم انعدم ذلك الموجود. انتهى. لما يتقطع عليك الإمداد والمدد ديال القيومية معناه ستصير عدما. رزقك، إعالتك، إعاشتك، حياتك، موتك، كل شيء، كل شيء، الإنسان، الشجر، الحجر، النمل، الحيتان، كل شيء، الملائكة، الجان، ما من شيء إلا وهو قائم بقيومية الله. وإلا فما معنى الربوبية؟ إيش معنى رب الكون؟ واش ربي تعالى كيدير لي نوب عليه؟ سبحانه سبحانه. ألا تقرؤون ولم يكن له كفوا أحد؟ ما عندوش هو اللي يعاونه سبحانه، ليس عاجزا، بل يدبر أمر مملكته بنفسه سبحانه وبذاته جل علاه
وبأمره ونهيه، ألا له الخلق والأمر، تدبير الكون كله. فلا يجوز أن تعتقد أن شيئا مما في الكون موكول إلى أحد من الناس يزيد فيه ولا ينقص فيه، أبدا أبدا. الله هو الشافي الكافي المغني المحيي المميت، لا شيء يخرج عن إطار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلذلك هذا الأصل الأصيل يجب أن نعيشه صباح مساء، وهو معنى التوكل. ما تستطعش تحقق معنى التوكل ولا أن تكون على منزلة التوكل إذا كان هذا المعنى عندك منخرما كليا أو جزئيا، غير طرف منه مشلك، لا تستطيع أن تتوكل على الله. يعني معنى التوكل حينما تجهز عملك بأسبابه، جاعلا هذه الأسباب جزءا من قدر الله، تعلم قبل ذلك وبعد ذلك أنه ما يكون إلا ما كونه الله، وتعيش مطمئنا آمنا مسلما أمرك لمولاك. ولهذا حينما أمر الله رسوله والناس معه وبعده بقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الدين يعني الخضوع، خضوعك بصلاتك وصيامك وزكاتك ورغائبك جميعا، أي حاجة كتشتاق لها كتطلبها، أي حاجة تريد دفعها عنك، كل ذلك دين يجب أن تدين فيه وبه لله، خاضعا له وحده، لأن الله لا يقبل الشريك. وخطلب الله واطلب معه واحد غيره انتهى، يقطع الله ما بينك وبينه من صلة، لأنه لا يقبل الشريك في العبادة إطلاقا، لأن ذاك حقه، وهو الحق الرئيس الأم اللي ما كيتسامحش فيه ربي، لا يتسامح فيه الله عز وجل أبدا بصريح القرآن وبمتواتر السنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، القرآن واضح، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا حق لا تنتهكوا حقوق الله عباد الله. راه ماشي سيدنا معاذ يعني كلموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب هكذا ممازحة أو لعب، لا حاشا. تدري ما حق الله على العباد. فلما تمشي انت يعني لهذا الحق تقيس والو بإبرة، فقد تعديت على سلطان الله وتمردت على حق عظيم، بل على الحق بأل المستغرقة الشاملة الجامعة لجنس المعنى كله. تمردت على الحق الأكبر لله. فإذا كان سيدنا محمد كيوصينا في الحلال والحرام من الأمور العادية، يعني أمور العادات، من شرب الخمر والزنا والربا وكذا إلى آخره، كيقول لك اجعل بينك وبين الحلال سترة، اجعل بينك وبين الحرام سترة، يعني ماشي تجي حتى الحدود ديال الحرام وتوقف كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع أو أن يقع فيه. لا، خلي بينك وبين الحرام واحد الفاصل من الحلال، لا تحرمه، ولكن ليضمن لك أن لا تقع في الحرام بإذن الله وتوفيقه ولو خطأ. إذا كان هذا في أمور ديال العبادات والمعاملات، فما بالك بأصل الأصول، التوحيد، الإخلاص، أس الدين وأصل الإسلام. فما نستهنوش بالأمور التي قد تبدو لنا جزئية، تقول ما فيها بس إذا طلبت فلان ولا سيدي علان ولا كذا أن يشفي لي ولدي أو أن يرزقني ولدا ذكرا أو أنثى أو أن يكشف عني مصيبتي ولو طلبا ولو دعاء. هذا غلط كبير جدا، لأنك تمشي للعين ديال الإسلام وكتخرمها، ما راك شيء، كتغامر بالأمور التحتية رغم أن فيها كبائر وقد ذكرت بعضها. لا، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق، راك كتغامر بالدين ديال كله، أنت تقامر هكذا، تقامر بمصيرك الأخروي، لأن ربي تعالى يوقف عليك بذاته يوم القيامة يسألك عن حقه. هذه مصيبة،
حينما يكون رب العالمين خصمك وخصيمك. ما فعلت عبدي بحقي حقي. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فاللهم اجعلنا من العابدين لك وحدك لا شريك لك، مخلصين لك بعونك وتوفيقك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. التوحيد كما ذكرت ليس معلومات وحسب، معلومات ضرورية ولكنها لا تنفع وحدها، ونعوذ بالله قد رأينا وعشنا يعني الإنسان اللي عنده معلومات في التوحيد ولكن في اللحظة ديال الابتلاء، نسأل الله العافية والثبات ونعوذ بالله من الفتن والابتلاء، في لحظة الابتلاء الزلزل وانحرف إلى شيء من الشرك. فلذلك قلت ما كافيش معلومات، وسيدنا محمد ما كان يستعيذ بالله من ذلك إلا لأنه يعلم أن المعلومات وحدها لا تكفي، لأنه استعاذ بالله من الشرك الذي يعلمه ماشي الذي لا يعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وعلم معاذا أمرا قد يبدو أنه من البديهيات ولكنه أعمق من ذلك، لأن هذا الأمر يحتاج منا إلى مجاهدة، يعني تربية. التوحيد تربية، ولذلك ما سماه القرآن إلا الإخلاص. هذه العبارة ديال القرآن الكريم، فاعبد الله مخلصا له الدين. وسمى السورة الجامعة للتوحيد التي تعديل ثلث القرآن قل هو الله أحد، سماها سورة الإخلاص. سمى الشيء بغايته وبمقصده وبثمرته وبحقيقته وجوهره. إخلاص. الإخلاص هو تصفية القصد والفعل لله ولله وحده، كتصفي أنت ذا تعمل العمل وقد تنطق بعبارات التوحيد ظاهرا، ومن يضمن لي ولك أن ما ننطق به من عبارات التوحيد نطقا هو خالص لله قصدا. صحيح، هنا كاين المشكل، لأن الشيطان يتسرب إلينا عبر خواطر الشياطين أو الخواطر الشيطانية، فيجعلك تعجب بنفسك ويريد أن يرى أو أن ترى موقعك من الناس، هذا أقل ما كاين، وقد يسوقك إلى ما هو أعظم، بأن ترجو غير الله فيما لا يرجى فيه أحد سوى الله، مما هو من خصائص أسمائه الحسنى ومن خصائص صفاته العلى، من أمور الربوبية ومن شؤون الربوبية ومن شروط توحيد الألوهية. فلذلك نحن في حاجة إلى التعرف إلى الله أكثر وأكثر لنصل إلى هذا اليقين، ولا يكون إلا بدوام المعاملة مع الله، كتعامل مع مولاك اللي خلقك. إذا ضاق بك الأمر فاسأل الله، وإذا أهمتك الهموم فاجعر إلى الله. راه ربي كاين سبحانه، حي قيوم مستو على عرشه فوق سماواته يدبر أمر مملكته، وكن على يقين أنه عليم بك وعليم بمشكلتك. الشيطان يوهمنا أن ربي ما يسيقليش أنا الخبر، يا سبحانه، وباش هو سميته الرب العظيم. هو الورقة النملة تدب في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويعلمها وتستغيث مولاها ويغيثها. وانت للإنسان من أكرم المخلوقين على الله لا يعلم أمرك سبحانه. كل ما يقع في الكون كبير أو صغير يعلمه سبحانه، العلم التام الكامل المحيط بكل شيء. فقضيتك معلومة عند رب العالمين، وأنت مراقب من لدنه مباشرة وبلا واسطة.
أمور الملائكة والكتبة وكل يعني جهاز الملائكي كله إنما هو للشهادة، ووردت في ذلك أحاديث كثيرة، والنصوص القرآنية فيه أيضا. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هادو غير باش يشهدوا يوم القيامة لإتمام اقتناع الإنسان بجريمته، نعوذ بالله من الجرائم كلها. وفي الحديث الصحيح فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته، ولذلك جعل الله الكتبة والشهود من الملائكة. لهذا إذا كنت تعلم وتوقن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بقضيتك ومشكلتك فاطرق بابه. ماذا تنتظر؟ اطرق بابه ارضى بكونك عبدا بين يديه. إلى جوبك اعلم أنك عبد، وأنه يريد أن يرى عبده الذي هو أنت على ما أنت عليه، فارضى به ربا. أنا ذكره من ربوبيته، من شغله، مما هو في الحديث رضيت بالله ربا، يعني كما دار لي أنا قبل. وإن أجابك فبمقتضى ربوبيته، فارضى بما أجابك، وتنشأ العلاقة بينك وبين مولاك على الثقة منك به، لأن هذا اللي ناقصنا، الثقة بالله. تنشأ العلاقة بينك وبين مولاك على مقتضى الثقة بالله، فإذا بك تبلغ مرحلة الطمأنينة والسكينة، فلا تلتجئ بعد ذلك إلى أحد سواه، فإذا صفى قلبك له فأبشر بالجواب. حق العباد على الله إذا فعلوه ألا يعذبهم. وتواتر الحديث مرارا وتكرارا، يعني معنى كل به نختم، أن من قال لا إله إلا الله خالصا أو مخلصا به قلبه دخل الجنة. هذا المعنى قاعدة من قواعد الدين. من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه دخل الجنة، لأن قولها بالإخلاص يعني الدخول في منازلها والسلوك عبر مدارجها تربية للقلب على حق الله فيها. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام دائما في هذا المعنى، قلت الأحاديث أكثر من أن تحصى، من الصحيح الثابت قوله عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت، أفضل كلمة قالها سيدنا محمد على الإطلاق، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واجعلنا اللهم من الموحدين لك، واجعلنا اللهم من المخلصين لك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم تب علينا فيما قدمنا، اللهم تب علينا فيما أخطأنا، اللهم تب علينا فيما أجرمنا، اللهم تب علينا فيما زللنا، وتب علينا يا ربنا فيما أخرنا. لا معصوم إلا من عصمته، ولا سالم إلا من سلمته، ولا آمن إلا من أمنته. فأمنا اللهم بدينك التوحيد، وأمنا اللهم بعقيدة الإخلاص لك وحدك لا شريك لك في الدنيا يا ربنا، واجعلها لنا أمانا ونجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع أحدا أحد إلا من رضيت عليه برضاك وحدك لا شريك لك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم لا تجعل في مجمعنا هذا مذنبا إلا غفرت ذنبه، ولا مهموما إلا كشفت همه، ولا مغموما إلا فرجت كربه. اللهم اشف المرضى والمجروحين، اللهم يا ربنا داوي المرضى والمجروحين برحمتك يا أرحم الراحمين.
واقض اللهم ديون المدينين. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، افتح خزائنك وبركاتك على المعسرين والمدينين والفقراء أجمعين. اللهم اكشف كل غمة من هذه الأمة وفرج كل كربة عن هذه الأمة. اللهم استر عوراتنا أجمعين وأمن روعاتنا أجمعين، واجعلنا لك بذلك شاكرين حامدين آئبين تائبين لك وحدك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك السلام، فإنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه اللهم من خلفه ومن بين يديه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله اللهم من الصالحين المصلحين. اللهم صل على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. اللهم صل وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن سائر الصحب الكرام، خصوصا الأنصار والمهاجرين والخلفاء الراشدين أمراء المؤمنين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. اللهم يا ربنا انفعنا بمحبتهم وثبتنا على سنتهم، ولا تخالف بنا عن طريقتهم، حتى نلقاك مخلصين مقبلين لا مدبرين لا مبدلين ولا مغيرين، ثابتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.